السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم صحة وسلامة يا رب. اليوم عندي معكم محبوبة الجماهير حلوة البهلة. نتمنى تنال الرضا ديالكم وتصدق معاكم وتنجح معاكم كيف ما نجحت معايا أول مرة كنديرها، والنتيجة ما شاء الله. تبعي معايا المقادير والمراحل وان شاء الله غدا تنجح معاك. اول حاجه كنبدا بها هي واحد نص ربعه الزبده اللي خرجتها من الوقت باش تاخد لي باش ترطب واحد شويه، وضفت لها واحد 2 كيسان السكر السنيده، واحد القبيصه الملح، وجوج الاكياس ديال فانيلا. هنا غادي نحاول بكل ليونه ندلك ونخلي ديك الزبده تنسجم ليا مع داك السكر حتى كتولي عندي بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل هذا كريمه لينه ورطيبه. هنا غنضيف واحد 2 كيسان الزيت، والعباره عندي راه بكاس العنبه، وكذلك غادا ندلك هاد العناصر هادو حتى كينسجموا مع بعضياتهم وكيعطيوني هاد النتيجه هادي. اعطيها حقها واعطيها وقتها من الدلك. هنا غادا نضيف واحد 2 كيسان دقيق محمر بهاد الطريقه هادي. كنحطوا دوك 2 كيسان ديالنا في واحد الانيه وكنبقاو مقابلينهم حتى كيتحمروا ونغربلوهم ونستعملوهم. هاد الطريقه هذه وهاد الطحين هذا كيعطينا واحد النكهه، واحد الرطوبيه لهاد الخليط ما شاء الله. هنا غادا نضيف الدقيق اللي عندي، تقريبا غادا تهز لي واحد الكيلو تاع الدقيق. غادا ننزل النصف الاول وغنضيف له واحد 2 الاكياس الخميره، ومن بعد غنشوف بان مازال خصها دقيق. غادا نضيف البقيه ديال الكيلو وغنجمع العجين ديالي بكل راحه، وغنضيف واحد 2 الكيسان يا ربي 2 كيسان العفو 2 كيسان ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته، وواحد الكاس ديال زنجلان محمر. وغندلك هاد الخليط ديالي بكل راحه ونعطيها الوقت ديالي ونعطيها الراحه ديالتي ونكون اليز معها. هنا بعد ما دلكتها مزيان وسميتو غادا نقسمها الى قطع، وغنجيب واحد الساشي وغنعمل فيها دوك القطع ونخلي غير القطعه اللي غادي نخدم باش هاد الحلوه هادي ما تنشفش وتبقى محافظه ليا على الليونه ديالتها وعلى الرطوبيه ديالتها. وغنمشي دابا نعدل معكم هاد القطعه هذه. غناخذ قطعه غنشكلها على شكل الكويره وغنعطيها ديك الكويره غادا نعطيها وقتها اني بحال كنحت في شي لوحه. نعدلها من هنا ومن هنا، نورك عليها من الفوق باش ما تجينيش مقوبه بهذيك الطريقه، تجي مسطحه.
وغنمشي هكذا مع الكريات اللي عندي كاملين. غادا هاد القدر هذا اللي درت معكم غادي يعطيني لاطه كبيره ديال فران كبير ولاطه صغيره ديال فران الضو. من بعد ما نعدل دوك الكريات ديالي غنديها الفران هو اهم حاجه. اول حاجه غادا نكون ديجا مسخنه الفران. ملي غتبداي كتعدلي في هذا الشيء هذا عندك غتكوني شعلتي الفران ديالك وخات السخونيه القصوى. ملي تعدلي ديك اللاطه ديالك دخليها الفران من تحت النار ماشي من فوق النار، من تحت النار، وتخليها على درجة 180 لمدة 10 دقائق أو أكثر على حسب. راقبيها ملي تشوفيها أخذت حقها من تشقاق خرجيها وطلعيها فوق النار. خليها على عافية مهيلة اللي تتحسي بها راه خدات حقها من الطياب، يعني خاصها تطيب حتى من الداخل، تجي مقرمله من الداخل. هذا هو السر الطياب ديالها الا بغيتيها تجي معك هكذا. وان شاء الله الا تبعتي هاد المراحل كامله راه غطلع معك غزاله وما غنبقاوش نخافوا منها. كما انا كنت كتجيني هاد البهله ما عرفت اشنا هي اول مره، والله العظيم الا اول مره كنعدلها واول مره كطلع معايا هكذا. يعني شي حاجه ساهله ماهله وشي حاجه اللي كتحمر لك الوجه ديالك مع الناس ديالك ومع ضيافك. ونتمنى هذا الفيديو نكون يعني قدمت واحد الشرح بالنسبه للبنيات وبالنسبه للمبتدئات اسمحوا لي. نتمنى قدمت لهم واحد الشرح اللي غادي يفيدهم، ونتمنى هذا الفيديو ينال الرضا ديالكم. وما تنسونيش من الدعم والبارطاج. وإلا ما كنتيش مابونيه عندي واحد الابوني من عندك ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم بألف خير.